السلام عليكم وأهلا بيكم في رحلة عبر التاريخ. النهاردة هناخد جولة استثنائية جوا واحدة من أعظم الحضارات اللي عرفها العالم، الحضارة المصرية القديمة. من قبل ما تكون في أسرات وحكام لحد ما ظهرت قوة الدولة القديمة، وبعدين بداية الضعف اللي قاد لعصر الاضمحلال الأول. هنتكلم عن كل حاجة: الاقتصاد، المجتمع، السياسة والثقافة، ونشوف إزاي المصري القديم صنع تاريخ مش بس لنفسه لكن للبشرية كلها. ما قبل الأسرات حوالي 5000 ل 3100 قبل الميلاد. هنا كانت البداية، تجمعات زراعية بسيطة على ضفاف النيل. المصري القديم عرف قيمة الأرض والمية وابتكر أدوات للزراعة والري. بدأ يتشكل المجتمع، قبائل صغيرة تحت زعامة محلية. ظهرت أول ملامح الفن البدائي والدفن بطقوس خاصة. التجارة البسيطة، تبادل محاصيل ومنتجات يدوية. المجتمعات كانت لسه بتتشكل، قبائل صغيرة، كل قبيلة ليها زعيم وليها عاداتها. والفن بدأ يرسم أول خط على جدران الكهوف، بدائي بس مليان روح. حتى الموت كان له احترامه، دفن بطقوس خاصة كأنهم بيودعوا أحبائهم لرحلة تانية. والتجارة بسيطة جدا، واحد يدي محاصيل والتاني يبدلها بمنتجات يدوية، كأنهم بيبنوا مجتمع صغير خطوة خطوة على أمل يبقى ليهم بكرة. ومن هنا بدأت أول فصول الحكاية. الزمان كان حوالي سنة 3100 قبل الميلاد. فيه ملك اسمه مينا أو نرمر، خرج من الجنوب شايل حلم كبير يوحد مصر كلها من أول الصعيد لحد الدلتا. ما كانتش مهمة سهلة، ده كان في صراعات، اختلاف في العادات، وبلاد شبه منفصلة. بس مينا بعقله وحكمته قدر يجمع الكل تحت راية واحدة ويعلنها صريحة: مصر العليا ومصر السفلى بقوا بلد واحدة. واختار العاصمة منف، مش بس مكان، دي كانت رمز الوحدة، رمز لبداية حضارة جديدة. اتشكل نظام حكم مركزي لأول مرة، بقى في إدارة، تنظيم للضرايب وتقنين الزراعة. وبدل ما كل قبيلة ليها طريقتها، الدولة بقت لها نظام، صوت واحد وهدف واحد. وبدأت التجارة توسع، رايحة جاية ما بين مصر وبلاد النوبة وبلاد الشام. ظهرت الكتابة الهيروغليفية، لأول مرة الأحداث والمعاملات بتتسجل بالحروف والصور، ودي كانت الشرارة. من هنا بدأت مصر اللي نعرفها، حضارة حقيقية متربعة على ضفاف النيل ولسه بتحكي حكاياتها لحد النهاردة. عصر الدولة القديمة 2700 ل 2200 قبل الميلاد. في الزمن ده من حوالي سنة 2700 ل 2200 قبل الميلاد كانت مصر بتعيش مجد عمره آلاف السنين. ده مش بس عصر الأهرامات، ده عصر العقل والفن والتنظيم. على أرض سقارة ظهر هرم زوسر المدرج، أول تجربة معمارية من نوعها، وبعده أهرامات الجيزة، الصروح اللي لحد النهاردة واقفة تتحدى الزمن. مش بس أحجار، دي كانت رموز لقوة مركزية. الملك نفسه كان بيتشاف كإله على الأرض، صلة بين السماء والأرض. الدولة كانت ماشية بنظام دقيق، فيه زراعة متطورة وضرائب منتظمة، تجارة ماشية شمال وجنوب من النوبة لحد شرق البحر المتوسط. المجتمع عبارة عن طبقات مرتبة، الملك في القمة، بعده الكهنة، الموظفين، الجنود، وتحتهم الفلاحين اللي بيزرعوا الأرض، والحرفيين اللي بينحتوا التماثيل ويزينوا المعابد. الناس كانت عايشة حياة منظمة، كل طبقة ليها دورها، بس كمان كان في تفاعل في الأعياد، في المعابد، وفي الاحتفالات، الكل كان بيشارك. الفن والثقافة كانوا في قمة تألقهم. التماثيل تحكي عن آلهة وأسرة، النقوش ترسم الحياة اليومية بتفاصيلها، والموسيقى كانت وسيلة للتعبير، للعبادة، وحتى للطب. العود والناي والطبلة كانوا بيصاحبوا المراسم والاحتفالات، وكل نغمة كان ليها معنى. أما العلوم، الطب بيزيد دقة، الهندسة بتتحول لأدوات بناء عملاقة، والفلك مش بس للتنجيم، ده كان وسيلة لتنظيم الوقت، الزراعات، وحتى بناء المعابد بدقة هندسية متناهية. وده كله كان نتيجة عقل منظم، مجتمع متكامل، وإيمان عميق بقيمة الإنسان والمعرفة.
زوسر ملك البداية والابتكار. في عهده اتبنى أول هرم حجري في التاريخ، الهرم المدرج في سقارة. ما كانش مجرد قبر، ده كان فكرة جديدة، رؤية هندسية سبقت الزمن. زوسر أسس أول مجمع معماري ديني وبدأ تنظيم الدولة بشكل أدق، خصوصاً في الاقتصاد والزراعة. سنفرو ملك التجارب والإبداع، بنى مش هرم واحد، لا، بنى 3، الهرم الماكل والهرم الأحمر في دهشور. سنفرو علمهم إزاي يحولوا الحجر لفن وهندسة. عهده اتسم بالاستقرار الاقتصادي وتوسع في التجارة الخارجية، خصوصاً مع بلاد الشام. من الناحية الثقافية برز التراجع بشكل واضح. الفن اللي كان في الدولة القديمة بينطق بالحياة والقدسية بقى يعاني من ضعف في الجودة والرمزية. المعمار تراجع والتماثيل فقدت دقتها، وحتى النصوص الهيروغليفية أصبحت أقل غنى. لكن رغم كل الانحدار ده، المصري القديم احتفظ بجذوة الصمود داخله. في أعماق الأزمة بدأت تظهر محاولات فردية وجماعية لإعادة توحيد مصر. حكام أقاليم معينين سعوا لاستعادة النظام، مش بس بهدف السيطرة، لكن إيماناً إن مصر القوية لازم ترجع، وإن الانقسام بيهدد الكيان التاريخي نفسه. دي كانت النواة اللي هتقود لقيام الدولة الوسطى، واللي اعتبرت عصر نهضة جديدة أعاد لمصر مركزها السياسي والاقتصادي والثقافي. الخاتمة: عصر الاضمحلال الأول مش مجرد فترة انهيار، لكنه لحظة صراع بين الانفصال والصمود. المصري رغم المجاعة والانقسام تمسك بالهوية، وحاول بكل الطرق يرجع بلده لحالة الوحدة. وده دليل على إن الحضارة المصرية مش بس مبنية بالحجارة، لكنها محفورة في نفوس شعبها. تابعونا علشان نكمل الحكاية ونشوف إزاي المصريين قدروا يقوموا من تحت الركام ويبنوا من جديد. الحضارة دي فيها أسرار كتير لسه ما اكتشفناهاش، وما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة علشان توصلك بقية الرحلة.